أي تهديد للوحدة اليمنية سيكون الرد في قلب الرياض وأبو ظبي. وجهت قيادات في صنعاء تهديدات شديدة اللهجة لدول التحالف بشأن المساس بالوحدة اليمنية. وعلق محافظ محافظة ذمار التابع لحكومة صنعاء القيادي محمد البخيتي على التحركات الساعية لتمزيق وتفكيك الأراضي اليمنية الجائرة على الشعب اليمني. وأكد وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في حكومة صنعاء أن وحدة الوطن وسلامة أراضيه خط أحمر، وإن جهوزيتهم للسلام هي نفس جهوزيتهم للحرب. ورد دول التحالف والقوى المتآمرة على اليمن وشعبها وسيادتها، وقالوا إن فرصة السلام الحالية هي الأخيرة للأعداء، لأن ما بعدها ستكون الكلمة الفصل فيها لقوات صنعاء المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بقوة وإرادة من الله.